بودة بقول لك ايه، الجاكيت ده كويس ولا قصير شويه؟ انا حاسس ان هو قصير. لا حلو والله. وبعدين ارحم نفسك بقى شويه، انت صاحي من 8 الصبح وعمال تلبس في الهدوم اللي عندك وتقلع فيها. لبست كل هدوم البيت، حتى شرابات ابوك لبستها. الله في يا بود، ما انت مش اخويا ولازم تستحملني، انا اعمل ايه؟ انا كده كده اصلا موضوع العروسه اللي جت تقدم لي دي، انا خايف قوي، انا خايف من خطوه الجواز اللي انا اخدها دلوقتي. انا خايف ان انا ما اكونش قد المسؤوليه، ما بقاش راجل بيت شاطر. ما احنا بصراحه بقينا في زمن غريب، البنت هي اللي بتيجي تقدم للولد، كان الاول احنا اللي بنروح نتقدم لهم. في يا بود، هو انت لسه يا ابني عايش ايام الجاهليه؟ احنا بقينا في 2022، يعني المفروض يعني انت عقلك يتطور اكتر من كده. انت عايش ايام نجيب الريحاني وليلى مراد ويقعد يغني لها بقى. يا ابني دلوقتي البنت هي اللي بتتقدم للولد. انا خايف فعلا ناخد خطوه الجواز. بس سيبك انت بالكلام، سيبك من الكلام ده. بقول لك يعني انا حاسس ان الجاكيت ده قصير. بص الكمامه عامله ازاي، يعني الكمامه طبيعيه، الكمامه طبيعيه ساعه ما بمد ايدي بص بتتمد بتبقى عامله ازاي. والبنطلون بص، البنطلون بص ساعه ما بقعد، بص انا واقف اهو عادي بيبقى البنطلون مظبوط. بص ساعه ما بقعد بص هنا العظمه دي بتبان. بص يا ابني والله الجاكيت والبنطلون حلوين والله عليك. ايوه يا بود، بس يعني يا بود انا مش عارف يا بود، انا حاسس ان هو يعني بص يا بود، بص ده عامل ازاي، معلش سلم عليا كده يا بود. بص بقى مش عارف، انا عايزه يبقى طويل شويه بص يا بود البنطلون بص. لو ما ينفعش انكر رجلك يبقى. بقول لك ايه، لا انا هقوم اغير البس حاجه تانية. بودة تعال كده بودة. في ايه يا ابني؟ يخرب بيت اهلك، في حد ينادي على حد كده؟ ايه رايك؟ ايه ده؟ بعدين البنطلون ده بتاع مين؟ ده بتاع ابوك. هو في ايه بقى يا بودة؟ في ايه يا عم؟ انت بتزعلي ويوم فرحتي في ايه يا عم؟ يا حبيبي مش بزعق لك، بس مفيش حد بينادي على حد كده، وبعدين ده برنامج مهم، وبعدين جاي تناديني. هو حلو البنطلون بس ده يا حبيبي والله ده بتاع ابوك، هتتفرق. يا بودة ما رحنا عنده يا بودة من سنه 80، ده من يومها ما غيروش. وبعدين يعني المفروض تستحملونا يا جماعه، ده كل الارسام بيجوا كده يوم فرحهم، يعني دي فرحه. مين الحيوان اللي اخد البنطلون؟ هتتفرق. طب بالله هتفرم ايه؟ لا يا بودة بالله عليك، انت اخويا يا اخي، طب بالله عليك احميني منك. ماشي، ما انا اخوك وكل حاجه هحاول احميك. خلاص هقول قول له ان انا اللي لابسه هقلعه. قول له انا اللي جبته له. ما اقول له انت بالله عليك. ماشي بالله انا واثق فيك. ايوه واثق فيك. مين الحيوان اللي اخد البنطلون بتاعك؟ عمر. يا حيوان اقسم بالله العلي العظيم انا كنت بجرب الهدوم بس، والله العظيم النهارده فرح. تعالى يا حبيبي، تعالى يا قلبي. لا انت لا هتضربني. لا والله مش هعمل لك حاجه، ده النهارده يوم فرحك، انا عارف ان انا هيكون فرحك. تعالى ما شاء الله ما شاء الله. بص الابهات علمك اصلا البنطلون ده بيتغير من سنه 80. البنطلون هياخد منك حته قلب. ايه رايك؟ ما شاء الله. ايه ده؟ يبقى انت بتاخد بنطلوناتي خلاص. العروسات واقفه على الباب مستنياك. الحمد لله. العروسات ايوه العروسات. كبرت يالا. قول لي يالا. يلا اوعى تكون بتكلم بنات من ورايا. انا لا والله، لانك ابوه والله العظيم انا معزز نفسي جدا والله العظيم. دي واحده كده مصاحبه واحد صاحبي وانا كنت قاعد معاهم، بنت اول ما شافتني اعجبت بيا، فاول ما قالت لي بقى ان هي معجبه بيا وبتحبني انا قلت لها لا، عندك بنت اهل بتحبيني روحي اطلبيني من ابويا. لا يا حبيبي، هو ده انا محافظ على نفسي والله العظيم. ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. الباب يخبط. طب خش جوه. بابا الباب يخبط. طب خش جوه. العروسه وصلت. طب خش جوه. العروسه وصلت. خش يلا خش جوه. مش هبان ان هو مدلوق. ايوه يلا قوم يا عبد الرحمن افتح الباب. يا ابني خش جوه. يلا تطلع هي. يلا. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا. نورتونا. اهلا يا حبيبي اهلا. نورتونا والله. اتفضل يا مش لازم والله يا حاج تعبت نفسك. مش لازم والله ما لازم. والله الواد بينظف كل شويه. تعالى بابا. ما تقوم يا ابني من
بس اتكلم يا بابا، قول اي حاجه. هتكلم اقول ايه يا ابني؟ اختك هي اللي اتسرعت. انتوا منورينا والله. ما تتفضل يا استاذ محمد اتكلم. هتكلم اقول ايه بقى؟ ما كل حاجه بقت واضحه هي زي الشمس، بس احنا نيتنا خير ان شاء الله. وسند هي ما شاء الله كبرت وبقت عروسه، والامر كله بقى في ايديها دلوقتي، تقدر هي اللي تتكلم. عمي انا جايه اتقدم لابن حضرتك عمر. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار ابيض. يبقى نقرا فتحه ولا ايه؟ فتحة ايه يا بابا؟ استنى بس لا، ثواني. خلاص. وبعدين انت واعيه للكلام اللي انت بتقوليه يا بنتي؟ المفروض احنا اللي نجيلكم. في ايه؟ هو انت قديم كده ليه؟ عمي انا لو ما اتجوزتوش هموت نفسي، انا بحبه قوي يا عمي. لا يا بنتي، واحنا ما يرضناش الشر ليكي. اخرس يا حيوان، خلينا نجوز الولد ونخلص منه. احنا بس الاول عايزين نعرف يعني انت عرفتيه منين وامكانياتك ايه، عشان بس نطمن على ابننا. بصراحه يا عمي انا ماشيه مع عمر بقالي 6 سنين. ايه؟ بعدين ايه يا بابا؟ ايه يا حبيبي؟ ايه؟ المفروض ابوها هو اللي يقول كده مش احنا. ما انا متضايق ليه في مش عارف انت اللي عامل ليه كده. وانت زعلان ليه يا عم؟ ما احنا جايين نتقدم للولد اهو، وبعدين يعني احنا بنتنا جاهزه من المجاميع. طب هي بنتكم بتشتغل ايه؟ انا بنتي ما شاء الله ويدنج بلانر قد الدنيا. الله، الواد ده مرزق. انا من زمان كان نفسي اجوزه لواحده من البقر. بقر ايه يا بابا؟ اسمها بانر. وبعدين يا استاذ محمد دي شغلانه مش مضمونه. ولا انت بقى جايب الاستاذه تجوزها لاخويا علشان خاطر هو اللي يصرف عليها؟ لا لا ما اسمحلكش. استنى بس. يعني الراجل يصرف على ست. استنى يا استنى يا بقى، مش عايز يا راجل. لا لا بس والله يا بنتنا شريعه. يا عبد الرحمن. يا سيدي ما يقصدش. بعدين يعني هتجيبوا المهر منين؟ انا ابني ما يلبسها الا من 3 خاتم فضه وسلسله، دي اكسسواراته. بعدين يعني والمؤخر لا قدر الله حصل طلاق. بعدين يعني يا سيدي ابسط الطلبات هيقعدوا فين؟ احنا يا سيدي هنجيب له الشقه ايجار في ارقى حته في المطريه. وبالنسبه للشبكه احنا مش هنقلله عن ولاد خالته اللي اتجوزوا، بس يعني تبقى على قد امكانياتنا برضو. وهنعمل له حته حنه تليق بابننا، ما احنا برضو مش هنقلل منه. وبالنسبه للفرح هنعمله في اكبر قاعه، في قاعه الزعيم. اكبر قاعه ايه؟ دي كلها 70 متر، ده احنا شقتنا دي اكبر منها. عمي انا انسانه مجتهده وعصاميه، ببني نفسي بنفسي. عصاميه؟ لا يا اختي، احنا ابننا مبني جاهز، حجر صلب. احنا هنشوف الموضوع ده. طب احنا ممكن نقرا الفاتحه دلوقتي، واي حاجه تانية يا سيدي نشوفها بعدين. ويا سيدي كل طلباتكم مجابه. ما لقيتش الشاي، هجيب لكم الشربات. بس احنا ماشيين عندنا بنظام شوق ولا تدوق، يعني اشوقكم بس ما دوقكوش. هجيب لكم شربات. طيب هنبقى نفكر ونرد عليكم. شرفتونا. ساندي ما تسيبنيش يا ساندي. عمر انا اسف، انا جيت واتقدمت لك وعملت اللي عليا، بس ابوك ما وافقش. عمر بابا انت ليه مش عاوز سعادتي؟ سعادتك؟ ماشي معاها بقالك 6 سنين وتقول لي سعاده؟ اوعى تكون غلطت معاك. اخرس، انا اشرف من الشرف، انا بقى ربنا احسن تربيه. ولا يا بابا انت هتسكت على اللي هو بيقوله ده؟ ولا يا بابا. بص يا ابني، انا ممكن اجوزك لاي حد، بس انا مش هسميك، لان هم ولاد خالتك اللي اتجوزوا دول احسن منك. ايوه احسن مني، انت وضعات وانت بس وضعات. بس بقى انت لابس لي شراب بومه وتقول لي مش عارف ايه. طيب ده بكام يا ابني؟ بكام يا بابا؟ 5 جنيه والله. يا معفن. ماشي انا استحملك عشان انت حزين، والله انا بحبها. بس انا ما بحبهاش. طب وانا مالي ومالك؟ انا بحبها يا ابني يا ابني، انا اكبر واربي واعلم عشان بالاخر هي تيجي تاخدك مني. فايه ماتشات اتشقط. انا عارف وانا عارف، انا كان تبيت ان اطلع حاجه. بص يا ابني، الحب ما بياكلش عيش.